وبيبدأ الفيلم في مطار المملكة العربية السعودية مع شابين من الجنسية الهندية وبيكون اسمهم نجيب وحكيم، وهما واقفين قدام ضابط الجوازات في المطار وبيحاولوا يتكلموا مع الضابط لكنهم بيكونوا مش عارفين يتكلموا عربي، وبيختم لهم الضابط جوازاتهم وبيمشوا. وبعدها بيدوروا على الكفيل بتاعهم في صالة الاستقبال لكنهم مش بيلاقوه، وبيفضلوا واقفين محتاسين مش عارفين يسألوا مين ولا يتصرفوا ازاي، لحد ما بيلاقوا عامل هندي في المطار وبياخد منهم رقم الكفيل بتاعهم وبيتصل لهم بيه من التليفون اللي موجود في المطار لكنه مش بيرد. فبيقول لهم العامل ان النهارده الجمعه والجمعه في السعوديه يوم اجازه، واكيد ده رقم الشركه بتاعه الكفيل وقافلين عشان اجازه، وبيطمنهم ان اكيد كفيلهم جاي في السكه وممكن يكون اتاخر بسبب الزحمه. فبيخرج نجيب وحكيم بره المطار وبيستنوا كفيلهم، وبعدها بشويه بيلاقوا شخص بيبص لهم بتركيز وبيسال نجيب اذا كان اسمه عبد الله وجايين تبع مين، لكن نجيب وحكيم مش بيفهموا كلامه فبيتعصب عليهم الشخص ده وبيتريق عليهم وبيوصفهم بالمجانين وبيسيبهم وبيمشي، لكنه بيرجع تاني وبياخد جوازاتهم. وبعدها بيرجع لهم تاني وبيقول لهم ان هم الشابين اللي جايين من الهند عشان يشتغلوا عنده، وبياخدهم معاه عشان يتحركوا بعربيته. وقتها بيطلب نجيب من الكفيل يديله ميه يشرب، فبيزعق له بالعربي عشان يتكلم كتير وبيرغي. بيطلب منه هو وحكيم يركبوا العربيه عشان يتحركوا بسرعه. اثناء ما هم في الطريق بيفكروا ازاي هيكلموا اهاليهم عشان يطمنوا انهم وصلوا. فبيقرب حكيم من شباك الكفيل وبيطلب منه يقف في مكان في تليفون عشان يتصلوا باهاليهم ويطمنوهم عليهم. فبيزعلوا الكفيل عشان الشرطه توقفهم لانه واقف ومش قاعد. وبعد فتره طويله في الطريق بينام حكيم من التعب، وساعتها بيغطي نجيب عشان الجو برد عليه. وبنلاحظ انهم وصلوا الصحراء وبينزل الكفيل من العربيه وبينده على شخص اسمه ابو خالد وبيطلب من حكيم ينزل من العربيه ويفضل نجيب في العربيه زي ما هو. فبينزل نجيب ورا وبيقولوا ان هو حكيم المفروض هيقعدوا سوا وانهم محتاجين التليفون عشان يكلموا اهلهم، لكن الكفيل ساعتها بيزعق له بالعربي وبيطلب منه يرجع للعربيه وما ينزلش منها الا لما يقول له، بس نجيب بيكون مش فاهم ولا كلمه. وبيحاول حكيم يتكلم مع الكفيل وابو خالد بالانجليزي لكنهم مش بيفهموه بيزعقوا له، وبياخد ابو خالد حكيم معاه وبيقفل الباب وراهم. وبيكون وقتها حكيم مصدوم ومنهار عشان اخدوا نجيب لمكان هو المكان تاني، وبعدها بيوصل نجيب لمكان تاني بعيد في الصحراء برضه. ووقتها الكفيل بيندى على شخص اسمه جاسر وبيطلب منه يخلي نجيب عنده لحد الصبح وبعدها بيمشي. فبيحاول نجيب ساعتها انه يفهم جاسر انه محتاج لتليفون، فبيرد على جاسر بالعربي وبيقوله بكره وانه لازم ينام دلوقتي. وللاسف نجيب ما بيفهمش اي حاجه من اللي قالها. وبعدها بيشوف نجيب شخص عجوز وبين عليه التعب الشديد ولبسه مقطع ومبهدل وجسمه كانه ما شافش الميه من سنين. وبيتفاجئ نجيب انه هندي زيه وبيساله اذا كان في تليفون هنا وانه عطشان جدا وعايز يشرب. وقتها العجوز بيساله اذا كان عارفه هنا ليه وبيشاور له على برميل الميه عشان يروح يشرب منه. فبيروح نجيب للبرميل وبيفضل يشرب ميه كتير وبيسال العجوز هينام فين، فبيقولوا ينام في اي مكان. وساعتها بيدخل نجيب للخيمه اللي نام فيها جاسر وبيفرش قماش على الارض وبينام. وبنرجع بالزمن للوقت اللي كان فيه نجيب في الهند وبيكون وقتها شغال عامل في البنى وبيستخرج الرمل من تحت مياه النهر. وساعتها بيعزم عليه زميله في الشغل بسجاره وبيعرفوا ناس سجاره مستورده وجايه من الخليج واللي جابها له زوج اخته اللي شغال في السعوديه، وبيعرض عليه انه يخليه يشوف له تاشيره سفر. فبيساله نجيب عن سعر التاشيره لانه مش معاه فلوس دلوقتي وهيضطر يبيع البيت عشان يشتريها. فبيقولوا زميله انه ممكن يرهن البيت والموضوع كله شهرين بس سفر وهيلعب بالفلوس بعدها وهيرجع كل الفلوس اللي جاب بيها التاشيره. وبعد الشغل بيروح نجيب مع زميله لزوج اخته وبيعرف ان اسمه كاروفاتا وبيديله نجيب في الوقت ده فلوس التاشيره وبيعرفوا انه باع كل ممتلكاته والدهب اللي كان معاه. فبيقولوا كاروفاتا انه كل المغتربين عملوا كده في البدايه. ووقتها بيسالوا نجيب هيحصل ايه لو طلعت التاشيره مضروبه، فبيتعصب منه كاروفاتا وبيعرفوا انه مسافر نص اهل البلد في الخليج وان الباقي بيتمنوا يروحوا للشركه اللي هو رايحها وبيرجع له فلوسه تاني عشان مش واثق فيه. فبيعتذر له نجيب ساعتها وبيعرفوا انه ما كانش يقصد انه يشك فيه. وبعدها بنشوف ساين ومرات نجيب وهي قاعده مع والدته وبيتكلموا سوا عن سفر نجيب وانه هياكل هناك لحم الابل كتير لان العرب بيحبوه بياكلوه على طول. ودقته مره لما رجع اخوها ناصر من السفر عشان كان جايب من لحم الابل كتير، فبتطلب منها مامة نجيب انها تدي لنجيب رقم اخواتها ناصر وحسين لان هما كمان في السعوديه وممكن يحتاجهم في وقت من الاوقات. لكن في الوقت ده بيرجع نجيب للبيت وبيطلب من مامته تعمل له برياني من ايديها قبل ما يسافر وبيوصيها انها تهتم بساينه عشان حملها. وبنرجع للوقت الحاضر وساعتها بيصحى جاسر من النوم وبيشوف نجيب نايم جنبه وبيتعصب عليه وبيطرده بره الخيمه وبيقول له بالعربي انه ما يدخلش خيمته تاني ولا ينام جنبه لان مكانه بره في الصحراء، وبيوصفه بالغبي وبيهينه وبيحذروا انه لو شافه في خيمته تاني هيكسروا رجليه. وبيكون وقتها نجيب مصدوم مش فاهم اي حاجه من جاسر وبيفضل واقف في الصحراء مش عارف ينام فيه. تاني يوم الصبح بيصحى نجيب على صوت المعيز وبيشوف العجوز وهو بيحلب المعزه وبيديله لبن عشان يدخله للكفيل، وبينسى ان نجيب مش بيتكلم عربي فبيفتكر نجيب ان اللبن ده عشانه وبيشرب منه عشان عطشان وجعان. لكن العجوز بيزعق له وبيعرفوا ان اللبن لجاسر. فبيروح نجيب لجاسر في الخيمه اللي بيكون ساعتها قاعد بيدعي ربنا انه يحفظه من كل شر ويحميه. ولما بيشوف نجيب واقف قدام الخيمه بيشاور له عشان يدخل وبياخد منه لبن وبيشربه كله وبيقول بالعربي يروح للهند اللي بره عشان هو اللي هيفهمه شغله هيكون ايه. لكن نجيب بيفضل واقف زي ما هو لانه مش فاهم اي حاجه من اللي اتقالت وبيقول لجاسر انه مش بيفهم العربيه. فبيتعصب جاسر عليه وبيقوله بعصبيه انه مش عايز يسمع
بيسمعه بيتكلم هندي قدامه لأنه مصدع ومش مستحمل رغي على الصبح. فبيخاف نجيب وبيحاول يفهمه إنه جه هنا على أساس إنه يشتغل في شركة وبيترجاه يساعده عشان يرجع للمطار، لكن جاسر بيتعامل مع بعنف وبيطرده برا الخيمة وسط الميز وبيطلب من العجوز إنه يعلمه الشغل. وفي نفس الوقت ده بيجي الكفيل فبيجري نجيب عشان يطلب منه يخليه يكلم أهله، وأول ما الكفيل بيشوفه بيديله شوال عشان يشيله. فبيقوله نجيب إنه عايز يتصل بكاروفاتا لأن هو اللي جاب له التأشيرة وقاله إنه جاي يشتغل عامل في شركة وهيكون عنده غرفة مكيفة ليه لوحده، لكن الكفيل بيتجاهله عشان مش فاهمه وبيطلب منه بالعربي إنه يدخل الشوال اللي اداله للخيمة. فبيروح نجيب للخيمة وبيحط فيها الشوال وبيبص على جاسر والكفيل بحزن شديد وبيفكر ازاي هيخليهم يفهموه، وبعدها بيلاقوهم بيدوله جلابية وجزمة وبيكون شكلهم قديم ومتهالك. فبيحاول نجيب يتكلم معاهم تاني وبيجيب جواز سفر عشان يوريهم التأشيرة والورقة بتاعت الشركة اللي جاي عليها وبيكون مكتوب فيها اسم كارفوتا ورقمه. وساعتها الكفيل بيقطع الورق وجواز السفر، فبيتصدم نجيب وبينهار من اللي عمله وبيلم الورق من على الأرض قبل ما يطير وبيبص عليه بقهرة وحزن. وبنفهم ساعتها إن الكفيل وجاسر مخبين حاجة، وبعدها بيكون الكفيل قاعد بيخبز عيش مع جاسر وبيندعوا على نجيب لكنه مش بيرد عليهم وبيتجاهلهم. فبيوروه العيش عشان يجي ياكل منه، فبيضطر يروح لهم عشان ياخد منهم العيش وياكل لأنه جعان جدا، وبيمسك العيش وبياكله بشراهة. وساعتها بيشرق وهو بياكل فبيديله جاسر كوباية ميه عشان يشرب وبيعلمه إنه يسقي العيش في الميه وياكله عشان يطريه وما يشرقش منه تاني. وبعدها بيروح نجيب للشخص العجوز تاني وبيسأله عن الطريق منين وازاي يخرج من الصحراء، فبيقول له هو مهزوم وضعيف إن الطريق بعيد جدا وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيقعد نجيب لوحده وبيفتكر أيامه مع ساينه مراته وفرحته بحملها وانتظاره لطفله اللي هيجي، وإنهم اتفقوا سوا لو كانت بنت هيسموها صفية ولو ولد هيسموه نبيل. وبيفتكر كمان يوم سفره لما كانت مامته وساينه حزرة هما بيودعوه، وكانت مامة حكيم بتوصي عليه عشان أول مرة يبعد عنها وهتكون مطمنة وهو معاه. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته بيروح يعمل حمام وسط الغنم، ولما بيشوفوا جاسر وبيستخدم المية بيزعق له وبيتخانق معاه وبيعرفوا إنه مش بيدفع فلوس في المية عشان يستخدمها في تنظيف نفسه. فبيقولوا نجيب إنه محتاج المية عشان ينظف نفسه بيها بعد ما عمل حمام، لكن جاسر بيتجاهله. وساعتها العجوز بيقول لنجيب إنه عشان ينظف نفسه بعد كده هيضطر يستخدم الرمل. وبعدها بيجي للمكان عامل هندي وبنعرف إنه شغال في شركة المية وبيملى خزان المية لجاسر كل يوم، وبيطلب منه نجيب ساعتها إنه ياخده معاه بالعربية ويوصله للطريق لأنه عايز يمشي من الصحراء ومش عارف. وفي نفس اللحظة دي بيجي الكفيل وبيتخانق مع عامل شركة المية عشان بيتكلم مع نجيب وبيسأله إذا كان طلب منه يهربه، لكن العامل بينكر ده. وساعتها بيضرب الكفيل نجيب بالعجال بتاعه، فبيمسك نجيب إيديه وبيوقفه وده بيخلي الكفيل يتجنن وبيسأله إزاي اتجرأ ومسك إيديه عشان يمنعه من ضربه، وبيروح يجيب من الخيمة البندقية بتاعته عشان يهدد بيها نجيب ويخوفه. فبيمسك نجيب البندقية عشان يحمي نفسه، وساعتها بيضربوا الكفيل بالبندقية على دماغه وبيهددوا بيها وبيشتموا بيهينه وبيعرفوا إنه هيقتلوا وهيدفنوا في الصحراء. ووقتها بيكون نجيب واقع على الأرض وبيلاقي مية ماشية على الرمل، فبيفتكر وقتها أيام ما كان في الهند وبينط في النهر عشان يسبح فيه ولحظاته مع ساينه هما بيسبحوا سوا في النهر وقد إيه كانوا مبسوطين وسعداء. وبيفتكر كمان يوم فرحه هو وساينه وبنعرف إنهم كانوا عايشين قصة حب سوا. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته بيفضل يعيط بحزن شديد وبيندى على ساينه بصوت عالي. وبالليل بيشوف العجوز وهو بيرعى الإبل وبيأكلهم، فبيسأله بقاله كام سنة قاعد هنا وبيشتغل الشغلانة دي، فبيرد عليه العجوز بأغنية وبيبان عليه إنه اتجنن ومش في حالة نفسية مستقرة. وتاني يوم الصبح بيزعق جاسر لنجيب عشان لسه نايم، فبيصحى نجيب من النوم مخضوض وبيتفاجئ إن جاسر عايزه يحلب المايز وبيصدم وقتها لأنه ما بيعرفش يحلب المايز، لكنه بيضطر ينفذ كلام جاسر وبيحاول يحلب المعزة لكنها في اللحظة دي بترفضه. فبيزعله جاسر وبيهزقه وبيعلمه ازاي يمسك المعزة عشان يحلبها. ووقتها بيسأله نجيب عن الشخص العجوز لأنه اختفى وما بقاش موجود، فبيتجاهله جاسر ومش بيرد عليه وبيحاول يفهمه إنه عنده شغل تاني هيعمله وعشان كده لازم يحلب المايز بسرعة وإلا هيضربه ويعاقبه. فبيخاف نجيب وبيضطر إنه يحاول يجرب يحلب المايز تاني، وبعد شوية بيلاقي اتنين خرفان بينطحوا بعض فبيحاول يتدخل عشان يهديهم لكنه ساعتها بينطحوه. ولما بيوطي راسه من الألم بيفتكروا الحروف إنه بينطحوا فبيهجم عليه وبيخبطوا في راسه وبيقع على الأرض وبيغمى عليه. وفي نفس الوقت ده بيجي الكفيل وبيضرب طلقة في الهواء من البندقية بتاعته وبيخلي قطيع الخرفان والغنم يخافوا، وبيروح لنجيب وبيرمي عليه المية وبيفوقه وبيخليه يشرب مية صغير وبيزعله عشان الغنم والخرفان مشيوا، وبيطلب منه يقوم يجمعهم من تاني وإلا هيحرمه من المية طول اليوم. فبيقوم نجيب ومش قادر يتحرك. وفي نفس اللحظة دي بتيجي معزة وبتقف جنب نجيب وبيحس كأنها حاسة بيه وبوجعه وبتقف تندى على كل المعيز عشان يتجمعوا حواليها من غير ما نجيب يمشي وراهم ويجمعهم. وبيحس النجيب ساعتها إن دي رحمة من ربنا نزلت عليه وبيعيط من الفرحة وبيحضن المعزة وهو منهار. وبتعدي الأيام والشهور والسنين على نجيب وشكله بيتغير تماما، وبالصدفة بيبص لنفسه في مراية العربية فبيتصدم من شكله من اللحية الكثيفة اللي على وشه. فبيجي الكفيل وقتها وبيكسر المراية عشان ما يخليش نجيب يبص فيها تاني وبيتريق عليه وبيسأله إذا كان فاكر نفسه وسيم. فبياخد نجيب إزازة من إزاز المراية المكسور وبيحاول يقص بيها لحيته وبيعيط منهار لكنه ما بيعرفش. وفي نفس الوقت ده بيحس بالقهرة والذل وبيبص للسما وبيسأل ربنا إذا كان اللي بيحصل ده فيه يرضيه، وبيحس إن الدنيا ظلمته وكانت غير عادلة معاه
معاه وبيقرر انه ينتحر، لكن وقتها بيشوف الصقور وهم بياكلوا لحم جثه ميته، ولما بيقرب منها بيعرف انها جثه العجوز فبينهار اكتر وبيحارب الصقور عشان يبعدهم على الجثه. وبعدها بيقعد يشم في برطمان المخلل اللي كانت مامته مدياهوله وبيعيط وبيندى عليها وبيشتكي لها انه متعذب ومحتاج لها. وبيقوم في الوقت ده يجري في الصحراء، وفي نفس اللحظه دي بيشوفوا الكفيل وبيجري وراها راكب الجمل بتاعه وبيضربه بطلقه في رجله وبينزل من على الجمل وبيفضل يضرب في بنف وبيدوس برجليه على ايده ورجل نجيب وبيشتمه وبيهينه وبيقولوا انه كلب. وبالليل بنشوف نجيب وهو مربوط وسط الميز والخرفان، لكنه بيقدر يحرر نفسه وبيحاول يمشي لكنه ما بيقدرش، وبيتعذب عذاب شديد بسبب الالم اللي حاسس بيه، وبيضطر من عطشه ويشرب من الميه اللي بيشرب منها الغنم. وتاني يوم الصبح بيكون نجيب ماشي مع الغنم زي كل يوم، وفجاه الدنيا بتمطر فبيستخبى هو والغنم تحت الصخور لحد ما المطر يقف، وبيكون ساعتها معاه لقمه عيش صغيره فبياكل منها حته وبيدي للغنم حته عشان ياكلوا معاه. بيسمع صوت غنم تاني جاي من بعيد فبيروح يشوف الصوت ده جاي منين، وبيتصدم ساعتها لما بيشوف حكيم قدامه وبيقدر يعرفه من صوته، وده لان شكل حكيم بقى غريب هو كمان، وشعره وده انه طوله زي نجيب. وبيقول لنجيب انهم لازم يهربوا سوا دلوقتي، لكن نجيب بيكون يائس وبيعرفوا انه حاول كتير يهرب وفشل. وبعدها بكام يوم بيشوف نجيب حكيم وهو بيسيب له رساله عشان ياخدها، لكن وقتها بيجي الكفيل فبيثبت نجيب مكانه عشان ما يشوفوش وهو بياخد الرساله، وبيستنى لحد ما بيمشي وبيروح ياخد الرساله بعدها وبيقراها، وبيكون حكيم كاتب له فيها ان كفيل وضربه ضرب مبرح عشان شافه بيكلمه وبيحكي له عن راجل افريقي شغال مع اسمه ابراهيم وانه هيقدر يساعدهم في الهروب. فبيفرح نجيب وبيحس بالامل من تاني. وبعدها بيقابل نجيب حكيم وبيكون ساعتها مع ابراهيم اللي بيرحب بيه وبيعرفه بنفسه، وبيقولوا ان بعد كام يوم كفيلهم بنته هتتجوز، وساعتها الكل هيكون حاضر حفل الزفاف وهتكون دي فرصه ما تتعوضش للهروب. وفي الليله اللي قبل يوم الزفاف بنشوف نجيب وهو محبوس مع الغنم والكل قاعد بياكل وبيغني، وبيروح الكفيل وقتها النجيب وبيديله حته لحمه عشان ياكل. واول ما بيطلع النهار بيمشي جاسر عشان يروح للزفاف، وبيوصي نجيب على الغنم لانه مش هيرجع تاني غير بكره الصبح. ولما بيمشي جاسر بيروح نجيب يفتح الميه وبيشرب وبيستحمى، وبيعيط ساعتها لانه كان نسي احساس الميه وهي بتلمس جسمه، وبيقلع الهدوم اللي هو لابسها عشان يلبس هدومه اللي كان جاي بيها، لكنه بيلاقيها بقت واسعه جدا عليه، وبيحاول ساعتها يلاقي خيوط يربط بيها البنطلون على وسطه، وبيحط الاكل للجمال والغنم قبل ما يمشي، وبيحس بحزن في الوقت ده. هو بيودعهم لانهم كانوا طول الوقت جنبه ومعاه. وبعدها بياخد شنطته وبيمشي مع حكيم وابراهيم، ولما بيجي الليل عليهم بيكون حكيم تعبان جدا وعطشان، فبيطلب منه ابراهيم انه يفضل مع نجيب وهو هيحاول يتصرف ويتسلل لاي خيمه يجيب منها ميه، لكن وقتها اصحاب الخيمه بيشوفوه وبيفتكروا حرامي وبيضربوه بالنار، فبيقدر يهرب منهم هو ونجيب وحكيم. وتاني يوم الصبح بنشوف نجيب وحكيم وابراهيم وهم لسه ماشيين في الصحراء ومش معاهم لا اكل ولا شرب، والشمس حارقه جدا والجو حر ومفيش نسمه هوا. وساعتها حكيم بيسال ابراهيم اذا كانوا ماشيين في الاتجاه الصح، فبيعرفوا انهم لازم يفضلوا ماشيين في اتجاه الشمس. وفجاه هم ماشيين بيشوفوا جمل ميت في وسط الصحراء وشكله مرعب ومخيف لان جسمه بدا يتحلل، وبعدها بيتوضوا هم الثلاثه بالرمل وبيقفوا عشان يصلوا جماعه، لكن فجاه بيكتشفوا انهم في وكر افاعي، فبينقذ ابراهيم حكيم وبيطلب من نجيب يفضل ثابت وما يتحركش عشان الافاعي ما تحسش بيه وتقرصه. وشويه وبيتعب نجيب جامد وبطن رجليه بينتفخ بسبب الحراره الشديده لانه ماشي من ساعتها حافي، فبيربط له ابراهيم رجليه باللبس بتاعه عشان يحمي رجليه من حراره الرمال وهو ماشي. واثناء ما هم بيكملوا الطريق بيقع حكيم على الارض من التعب وبيتهم ابراهيم انه السبب في اللي هم فيه عشان اقترح عليه انهم يهربوا، وبيعرفوا انه عيشتهم وسط الاغنام كانت ارحم من اللي هم فيه دلوقتي. فبيقف ابراهيم في الوقت ده وبيصلي وبيفضلوا يرددوا التسابيح والادعيه طول طريقهم، وبما ان ابراهيم بنيته الجسمانيه اقوى من حكيم ونجيب بيقدر يهتم بيهم شويه لما بيقعوا، وبيسند حكيم طول الطريق. وفجاه بعدها وهم في الطريق بيحصل لحكيم تخيلات وبيشوف الرمل ميه وبيمسكه وبياكله ومش حاسس، وبيزق اي حد بيحاول يمنعه وبيقع على الارض بعدها وبينزف دم من بقه، وبينهار نجيب ساعتها من خوفه عليه وبيترجى ابراهيم يساعده، لكن ابراهيم بيكون عارف ان حكيم خلاص هيموت، وبالفعل بيموت حكيم في نفس اللحظه دي بين ايدين نجيب. وفجاه بتيجي عليهم عاصفه رمليه وبيكون نجيب رافض يمشي ويسيب جثه حكيم، فبيضطر ابراهيم انه يشيله عشان يبعدوا عن العاصفه، لكن للاسف العاصفه بتوصل لهم، ولما بتهدى العاصفه وبتخلص بيفضل نجيب منهار بسبب اللي حصل لحكيم وعنده يأس ومش عايز يتحرك من مكانه وبيبان عليه الاكتئاب الشديد، لكن وقتها ابراهيم بيقوم غصب عنه وبيعرفوا انهم لازم يكملوا الطريق. وبعدها بشويه بيقع ابراهيم وما بيقدرش يدوس على رجليه، وساعتها بيكتشف ابراهيم ان رجلين نجيب ملتهمه وورمه بشكل رهيب، وفجاه بيلاقي سحليه بتعدي من قدامهم فبيمشوا وراها لحد ما بيلاقوا بحيره صغيره وحواليها نخل مليان تمر، وبيمنع ابراهيم نجيب انه يهجم على الميه ويشرب منها كتير مره واحده، وبيشربوا نقطه نقطه لحد ما بيكون جسمه جاهز انه يشرب طبيعي تاني. وبعدها هم ماشيين بيشوفوا ورقه بسكوت على الارض واثر العجل العربيه وبيفرحوا جدا وقتها عشان ده معناه انهم قربوا من الطريق، فبيمشوا في نفس طريق اثر العجل وبيتصدموا لما بيلاقوا في النهايه الطريق ما ظهرش وبيحسوا باليأس من تاني. ولما بيصحى نجيب من النوم بيلاقي ابراهيم اختفى ومش موجود وسايب له ازازه الميه اللي ملاها من البحيره ومع تمره من اللي اخدوها من النخل، وبنفهم ساعتها ان ابراهيم استسلم وقرر ينتحر خلاص. وبعدها بيكمل نجيب طريقه وبيشرب اخر حبه ميه في الازازه وبياكل التمره اللي معاه وهو مش عارف هيكمل
يكمل باقي طريقه ازاي. وفجأة هو ماشي بيلاقي نفسه وصل للطريق، لكن محدش بيرضى يقف عشان يساعده، وده لأن الكل خاف من شكله، وبيفضل على الحال ده طول الليل. وتاني يوم الصبح ربنا بيسخر لنجيب شخص طيب وبيتقي الله، وبيقف بعربيته أول ما بيشوفه وبيقرر إنه يساعده، ولكن نجيب بيكون خايف ومرعوب منه في البداية، فبيحاول الشخص ده إنه يطمنه وبيركبه العربية وبيديله المية عشان يشرب ويروي عطشه. بيوصلوا للمدينة وبيكون نجيب مش مصدق إن في حد ساعده، وبيشكر الشخص الطيب ده وبيعيط. وبيفضل نجيب يمشي في الشوارع لحد ما مجموعة من الهنود بيشوفوه وبياخدوه مكان سكنهم، وبيساعدوه عشان يستحمى وبيقصوا له شعره وبيحلقوا له دقنه، وبيجيبوا له ممرض يعرفوه هندي زيهم عشان يديله فيتامينات ويعالجوا من الحمى اللي عنده، وبيساعدوا شخص منهم إنه يوصل لأهله ويكلمهم، وعرف من مراته إنها سمته نبيل زي ما اتفقوا. بعدها بيروح نجيب لمركز الشرطة عشان يقدر يطلع أوراق جديدة ليه وجواز جديد. وفجأة بيشوف صورة إبراهيم متعلقة من ضمن المفقودين، وبنشوف نجيب بعدها واقف مع كل المقبوض عليهم بتهمة الهروب من كفلائهم. وفجأة بيخاف نجيب جدا لأنه بيشوف كفيل بيضرب واحد منهم بعنف قدام الشرطة، وبيخاف أكتر لما بيشوف كفيله جاي عليه وبيقرب منه وبيقول له إنه لو كان كفيله الحقيقي كان زمانه موريه العذاب ده عشان هرب منه. وفي اللحظة دي بيكتشف نجيب إن الشخص ده ما كانش الكفيل الحقيقي، وإنه سرقه من المطار وفهمه إن هو كفيله، واستغل عدم فهمه للغة وإن محدش هيساعده عشان مش هيفهمه، وبينهار ساعتها نجيب وبيعيط. وبعدها بنعرف إن نجيب قعد 3 شهور في السجن لحد ما تصريح خروجه من البلد طلع، وفي وسط مسافرين كتير معاهم شنط مليانة بالأجهزة الإلكترونية والتلفزيونات، ما كانش نجيب معاه أي شيء غير اللي باقي من عمره.